أسئلة كتير بتجيلي عن السنيكرز، وفي العادي أنا باجاوب على الكومنتس على طول، سواء على يوتيوب، تيك توك أو انستجرام، أي منصة يعني. بس قلت لأ، طب ما خلينا نجمع كده كذا سؤال، وإيه المشكلة لما نعمل فيديو نتكلم فيه براحتنا شوية يعني. فيا ريت كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي ومش مشتركة على التشانل، يا ريت تعملوا لنا سبسكرايب على التشانل واعملوا لايك للفيديو، شير للفيديو ده لكل حد مهتم بالسنيكرز. يعني بنحاول إن احنا نوصل ل 1000 مشترك أو 1000 سبسكرايبر قبل العيد. كل سنة وأنتم طيبين. خلينا نخش على الأسئلة على طول. ادم بيسأل ايه افضل طريقة لتنظيف الجزم البيضاء؟ بص، الاختلاف في الماتيريال بيفرق، بس يعني مش قوي، بس في اختلافات في الماتيريال بتفرق في طريقة التنظيف. بس النصيحة الاولى ليا بلاش تحط اي سنيكر في الغسالة، يعني لان دي اكتر حاجة بتبهدل السنيكرز. بس انا هنا ممكن اعمل استثناء مثلا لسنيكر زي كونفرس، على اساس الماتيريالز بتاعتهم تستحمل ان هي تبقى في الغسالة، ولو اني مش بنصح بيها قوي عامة. يعني انا بالنسبة لي بفضل استخدم حاجات تانية للتنظيف بس مش الغسالة. فالصح ايه؟ الصح ان انت تشتري شو كلينر او شوز كلينر او سنيكرز كلينر. مش لازم بتاع براند كريب، اي شو كلينر موجود في السوبر ماركت او موجود عند الراجل بتاع الجزم، اي حاجه. المهم ان دي ماتيريالز معموله وخلطه معموله او فوم معمول لتنظيف الجزم. طبعا الجلد بيختلف عن المش، عن السويد، الكلام ده كله. بس دي نصيحتي يعني. في حاجة تانية برضو للجزم البيضاء، بعد ما بتنضف السنيكر بتلاقي كده النعلة او الميد سول من الجنب لسه مصفر شوية. في حاجة اسمها وايت ماركر او وايت بين، هو برضو موجود من كريب، بس اعتقد ممكن تلاقيه هنا من براندات عادية، يعني الراجل برضو بتاع الجزم او من السوبر ماركت. ده دوره كله ان هو بس بيبيض الجزء بتاع السول او الميد سول كله، بس هو ايه، مش بينضف. هو بيعمل ايه؟ هو زي ما تقول كده بيعمل كأنك بتلون السول تاني من الاول، بس ده مخصوص للجزم. يعني ده مش معمول، مش هتجيب بقى قلم فلوماستر كده من اي حته وتلون بيه. فدي نصيحتي في تنظيف السنيكرز بشكل عام او الوايت سنيكرز عامه. السؤال اللي بعد كده محمد تامر بيسأل ازاي نشيل الكريسنج. خلينا نعكس السؤال، ازاي اصلا احمل السنيكر بتاعي ان هو ما يبقاش فيه كريسز كتير. في حاجه اسمها كريسز جارد، هي من كريب. كل شويه اقول كريب، معلش استحملوني، بس هي البراند الليدر او البايونير في الحته دي. الجارد ده بيعمل ايه؟ ان هو بيحمي السنيكر ان هو يحصل فيه الكريز اصلا من الاول، او يبقى شكل السنيكر مبهدل قوي كده. في طريقه ان انت تشيل الكريزز، بس يعني انا حاسس ان هي فيك. يعني انا ما جربتهاش بس حاسس ان هي فيك. الناس بتجيب زي فوطه وبيعمل لها ستيم كده ان هي تبقى ايه، مش مبلوله ولا ناشفه، تبقى في النص كده، ويعمل فيها بالايرون او المكوه فتره طويله، يقول لك مثلا 3 دقائق، 4 دقائق، 5 دقائق، لحد ما تلاقي الكريزز راحت. بس انا الطريقه دي مش مصدقها وانا مجربتهاش، بس يعني انا مش مقتنع بيها قوي. لو عندك سنيكر متبهدل قوي جربها وقول لنا برضو في الكومنتس هل نجحت ولا لا. السؤال اللي بعد كده من كازانشي، لو انا بنطق الاسم صح. فاختصارا للسؤال، بس هو عايزنا نتكلم عن اديداس اكتر بشكل عام، او سنيكرز اديداس، لان الناس كلها بتتكلم عن نايكي على طول. بص، هو انا دايما متهم ان زي ما بيقولوا كده الفان بوي بتاع اديداس، بتكلم عن اديداس على طول. خد لفه كده في التشانل، خد لفه في الاكونتس بتاعت السوشيال ميديا، هتلاقي عندي فيديوز كتيره بتكلم فيها عن اديداس، فيديوز كتير بعمل ريفيوز لسنيكرز من اديداس، من ييزي والسلايد والكلام ده كله. السؤال اللي بعد كده من بلال الملاح. بلال بيتكلم كده باختصار، بيسأل هل الريبليكا كويسه ولا لا، وتفرق عن الاوريجينال في الماتيريال يعني ولا لا. بص، انا نصيحتي دايما ابعد عن الريبليكا او الكوبي، بس نظرا للاسعار. انا عارف الاسعار دلوقتي اي حاجه اوثنتيك او اوريجينال غاليه، بسبب طبعا احنا عارفين الوضع بتاع الدولار وكده. فبسبب غلو الاسعار قوي دوت، يعني بقيت ان انا اقول للناس لو لقيت حاجه كوبي كويسه هات، طالما هو ده وزن البادجت بتاعتك. بس هل بيكون في فرق بين الريبليكا او الكوبي والاوريجينال؟ بص، بنسبه 100% في فرق. لو مسكت الاثنين سنيكرز جنب بعض في فرق، لو مسكت حتى الكوبي لوحده بيبان، الخامات، التقفيل، الكلام ده كله بيبان للي فاهم طبعا. يعني ممكن الناس ما تاخدش بالها، في ناس يعني نسبه كبيره خلي بالك مش هتاخد بالها السنيكر دوت ريبليكا ولا كوبي ولا، بس هو بيبان يعني في فرق في الخامات. زي ما قلت لك الموضوع راجع كله، وزي ما قلت لك خلاص لو انت قررت ان انت تجيب حاجه كوبي او ريبليكا، حاول تجيب افضل حاجه. حاول ما تدفعش كتير. يعني انت لو وصلت ان انت تدفع مبلغ كبير في حاجه كوبي او ريبليكا، نصيحتي بلاش. السؤال اللي بعد كده احمد عصام بيسال، هو باختصار كده، هو اجيب سنيكر اوثنتيك او اوريجينال، ولا مثلا بنفس الفلوس دي ممكن يجيب كذا سنيكر كوبي مثلا؟ بص، هو الموضوع كله يعتمد على البادجت بتاعتك او الميزانيه اللي انت حاططها عشان تشتري سنيكر. تغييرات الدولار والريت بتاع الدولار عامه بهدل الاسعار عندنا في مصر للاسف. فاسعار الاوثنتيك او الاوريجينالز بقت غاليه وزياده شويه عن اللزوم.
انا دايما زي ما بقول ان انا مش بنصح بالكوبي او الريبليكا، بس خلينا نحط قدامك اختيارين. لو انت معاك بادجت او فلوس تشتري 2 سنيكر مثلا اوثنتيك او اوريجينال، والبادجت دي تقدر تجيب بيها مثلا 5 سنيكر كوبي او ريبليكا، نصيحتي ليك اشتري الاثنين الاوثنتيك او الاوريجينال، وما تشتريش 5 كوبي. الخمسه الكوبي دول مش هيعيشوا معاك فتره طويله، عكس الاثنين الاوثنتيك او الاوريجينال. في حالات فرديه بتحصل ان انت تلاقي سنيكر اوثنتيك او اوريجينال يتقطع مثلا في فتره قريبه مثلا من الاستخدام وكده. بس انا دايما بقول ان انت عليك حته برضو ان انت تحافظ على السنيكر، ما تجيبش سنيكر اوريجينال تبهدله في 100 حاجه وترجع تقول ده ما استحملش. ما هي كل حاجه ليها طاقه. هم خلي بالك هم برضو مش عاملين سنيكر يعيش معاك مدى الحياه، لان الموضوع كله هو عايزك تشتري منه تاني، فمستحيل تلاقي براند تعمل سنيكر يعيش معاك مدى الحياه. ده بس خدها قاعده كده. طيب نروح للسؤال اللي بعد كده. هو مش كاتب اسمه ايه، بس هو بيسأل عن الجوردن فورس، نجيب منين اير جوردن 4؟ بص اختصارا كده، هات من بره مصر. ما قدرتش تجيب من بره مصر او ما عندكش اكسس مثلا لحد بيجي من بره مصر ان هو يجيب لك معاه السنيكرز، هو حاليا ما بينزلش 4 في مصر، حتى في اوفيشال ستور بتاع نايكي ما بينزلوش 4 خالص. بس حاليا الويب سايت بتاع فوت لوكر عليه جوردن 4 السي فوم اللي هو الومن، سعره 10000 جنيه تقريبا. دي بادرة امل زي ما بيقولوا كده، حاجه نتفائل بيها ان ممكن يجي 4 بعد كده في المستقبل. نخش على السؤال اللي بعد كده. فوزي بيسأل على السنيكر الاس بي بليزر المواكس او الاوليف بلاك. السنيكر حلو جدا، اكتر حاجه عجباني فيه الماتيريال بتاعته. الماتيريال بتاعته تحفه، البرنت او الحفر اللي عليه بالليزر شكله حلو، وانا شايفه شويه وينتر سيزون او يمشي في الشتاء اكتر. ولو انت عايز تشتريه او قدامك، لا جو اهيد، السنيكر جميل. واحنا عملنا ريفيوز قبل كده لكذا سنيكر من نايكي واديداس، واتكلمنا كتير عن ييزي، تقدر تشوف الفيديوز دي من هنا. استني رايكم تحت في الكومنتس. اي حد عنده سؤال، عنده تعليق، عايز يستفسر عن حاجه، يكتب لنا تحت في الكومنتس. اشوفكم الفيديو اللي جاي.